تخيلوا كده عندنا بلوجر تجميل وفجأة جسمها كله بدأ يطلع ورد. عارف ان ده شكله جنان صح؟ ولسه في مكنة عصاير بتطلع سائل احمر لامع بدل ما تطلع صودا. وكمان في ست غنية مهووسة بالجمال وعايزة تتخلص من اي واحدة جميلة. هنا بتدخل داك يونج. داك يونج هي بطلتنا وعايزة تبقى يوتيوبر متخصصة في قصص الرعب. المشكلة بقى قناتها على اليوتيوب شبه مدينة اشباح، مفيش عليها اي متابعين تقريبا. بتدور على اي فيديو يضرب يجيب ترند يخلي اسمها معروف. داك يونج سمعت شائعات عن احداث غريبة في محطة القطر وشافت ان دي فرصتها وقررت تحقق بنفسها. يمكن تكتشف الحقيقة ورا الاساطير المرعبة دي. لكن الدنيا اتعقدت لما حاولت تتكلم مع ناظر المحطة. اتضح ان ناظر المحطة مش عايز يتكلم اصلا لانه مش عايز يستغل مقاس الناس لمكاسب. لكن داك يونج كانت عاملة واجبها كويس. عارفة ان ناظر المحطة عنده مشكلة ادمان شرب وجدها عنده مصنع خمور وبيعمل مشروب جامد جدا، وعلشان كده راحت المحطة ومعاها ازازتين من انتاج جدها، وعينيه نورت وبقت بتلمع اول ما شاف الازازة. استغلت الفرصة وطلبت منه يحكي لها عن اللي يعرفه، وبعد شوية اقناع وافق يحكي لها قصص، بس بعد ما يشرب الاول. شرب بقه وابتدى يحكي حكاية مرعبة جدا وقال من سنين كان في راجل اسمه هان ريانج راكب المترو، شاف ست شعرها طويل وبتخبط جبهتها في باب القطر بشكل هستيري. في الاول ابتكر انه بيتهيأ له، خصوصا انه كان سكران شوية، فنزل في المحطة اللي بعدها يجيب قهوة علشان يفوق نفسه. لكن لما ركب قطر تاني لقى نفس الست المرة دي بتخبط في الباب بعنف اكبر. وقتها كل الركاب نزلوا وما فضلش غير هان ريانج او الست المرعبة دي. الخوف امتلك قلبه، جري بسرعة على عربية تانية يبعد عنها، وفجأة اتصلت بيه تسأله انت شربت تاني؟ هان كذب عليها وقال لها انه صاحب، واثناء المكالمة امه قفلت بسرعة وبعتت له فيديو. الفيديو كان فيه نفس الست واقفة بره المحطة وبتخبط راسها في الحيطة بجنون. هان ريانج عرق ونزل سيول، اكيد دي نفس الست. وفجأة راجل عجوز في نفس العربية بدأ هو كمان يخبط دماغه في جدار القطر، وبعدها على طول انوار القطر طفت. طلع موبايله بسرعة يستخدمه ككشاف، لكن لما بص حواليه الراجل العجوز اختفى والست المرعبة واقفة قدام باب العربية. هان اتشل من الرعب وحاول يجري لكنها ما سابتوش. في اللحظة دي شاف جثة من غير راس بتمشي ناحيته، اتخنق من الرعب وصحي مفزوع من النوم عرقان وكان كابوس. بص لقى الراجل العجوز قاعد في كورنر ودور حواليه ملقاش الست. شكله اخيرا حس بامان، بس بعد اللي شافه عمره ما قدر يركب المترو تاني. ولما السماعات اعلنت وصول القطر جري بسرعه ونزل. لكن المصيبه المخرج اللي نزل منه مقفول من سنين بسبب حادثه بشعه. كان بيحاول يفهم هو فين وفجاه سمع نفس صوت الخط المألوف. لف وراه شاف الست، لكن اول ما بص قدامه لقاها لازقه في ظهره، زقته على القضبان واختفت. وعشان الكاميرات ما جابتش حاجه اتسجلت القضيه كانتحار. ناظر المحطه خلص الازازه وطرد داك يونج بره، راح تعرض افكارها على المنتج بتاعها. لكن هنا ظهرت رينا دي بلوجر تجميل منافسه ليها. رينا عندها متابعين بالملايين، اضعاف اللي عند داك يونج. وفوق ده كله رينا مش معروفه انها طيبه، دي بنت شريره بتحب تبقى احسن من الكل. اتريقت على خطط داك يونج وقالت لها سيبي القناه دي وروحي دوري على شغلانه بجد. لكن داك يونج ما تاثرتش، بالعكس زاد اصرارها علشان تنجح. وتاني يوم داك يونج رجعت تاني ومعاها ازازه خمره من النوع الفاخر. اول ما شافها عينيه لمعت من تاني وهز راسه وابتدى يحكي لها القصه تانيه. من سنين كانت في طالبه ثانوي صرفت ثروه على عمليات تجميل لوشها كله، وفي القطر شافت بنت جميله جمال طبيعي اسمها مايجو، والغيره السوداء بدات تاكل قلبها. نظرات البنت ليها خلت مايجو تتضايق، فقامت اتحركت وقعدت في كورنر بعيد في القطر. وهناك شافت المدرس الخصوصي بتاعها اللي كان معجب بيها. المدرس حاول يقرب منها بس هو اصلا مرتبط وحبيبته كانت موجوده في نفس القطر. مايجو اتلخبطت واتحرجت فقامت اتحركت بعيد. لما مايجو نزلت في محطتها رغم ان ما كانش في حد وراها، فضلت حاسه ان في حد ماشي وراها. بصت وراها وما لقيتش حاجه، بس بعد ثانيه البنت اللي عامله عمليات التجميل كانت واقفه قدامها. مايجو اتخضت وجريت على عربيه تانية في القطر بتدور على اي مساعده، ولما بصت وراها تاني البنت اختفت. لكن بسرعه لقيتها مستخبيه ورا عمود ماسكه ازازه فيها سائل غريب. البنت قربت منها، مايجو طلعت الكاميرا وصورتها، لكن في الصوره البنت ما ظهرتش. السائل اللي وقع على الارض على طول اتحول لدخان ابيض، ومايجو فهمت انه اسيد وجريت مرعوبه. جريت استخبت في الحمام وكلمت الشرطه وقالت ان في شخص غريب بيطاردها. الشرطه طلبت منها تحديد المكان وتوصف الست. مايجو بدات تشرح، لكن فجاه اخذت بالها انها ما قالتش ان اللي بيطاردها ست. كل اللي قالته انه شخص مجنون. ازاي الشرطه اللي بيردوا عليها عارفين انها ست؟ رفعت راسها وهي مصدومه، لقت الست واقفه في الكابينه ماسكه الازازه، وفي لحظه كبت السائل على مايجو والبنت اختفت وكانها ما كانتش موجوده. نظر المحطه وهو سكران على
الآخر طرد ديك يانج من جديد. بعدها ديك يانج راح تجمع معلومات عن قضية البنت اللي عاملة تجميل، وعملت فيديو طول الليل. وفي الفيديو وهي بتراجع تسجيلات الكاميرات اكتشفت ظل غامض جوه مكنة المشروبات. وتاني يوم ديك يانج رجعت ومعاها ازازة تانية، ونظر المحطة شاف المشروب وكان مستعد يفضفض حكاية تانية. ولما ديك يانج سألته عن الكائن الغامض قدام المكنة ابتدى يحكي قصة تانية أغرب. من سنين كان في راجل مدمن خمر، حياته اتدمرت، مراته وعياله سابوه وبقى من غير بيت. ما كانش عايش غير انه يلم بواقي الاكل او يلاقي فكة يحطها في مكنة المحطة عشان يعيش يوم بيومه. لحد ما في يوم لقى عملة لونها احمر. في نفس اليوم وهو في الحمام بلطجي حاول يسرقه، ولحسن حظه الراجل ما كانش معاه حاجة تتسرق، والبلطجي ما عرفش قيمة العملة الحمراء فسابها ومشي. الراجل اتجنن من القهر على الفلوس اللي ضاعت، وفضل يصرخ في الشارع بالليل. افتكر انه هيموت من الجوع تاني، وفجأة ظهرت مكنة حمراء في المحطة مكتوب عليها انها بتاخد عملات حمراء بس. اتبسط ورمى العملة جواها وخد كنز مشروب، لكن لما فتحه كان فاضي. وهو متضايق لمح شخص كان واقف مستني القطر في الناحية التانية. اختفى فجأة ومفضلش غير هدومه ومحفظته. الراجل خد هدومه على الحمام وفعلا لقى محفظة فيها فلوس واتنين من العملة الحمراء. استخدم الفلوس علشان ياكل وجبة كويسة، وبعدها اشترى كنز احمر تاني. وبالصدفة نفس البلطجي بتاع الصبح ظهر له تاني. الراجل فتح الكان بسرعة والبلطجي وقع على الارض واختفى جسمه كله ومفضلش غير هدومه. وفجأة البلطجي ظهر جوه المكنة وهو عريان، بيسرع كام ثانية قبل ما يختفي تماما، وجنب هدومه ظهر 3 عملات حمراء كمان. وقتها الراجل فهم وظيفة المكنة دي واتبسط جدا وجري يفتش في حاجات البلطجي وطلع منها فلوس زيادة. من ساعتها الراجل بدأ يستهدف الركاب حوالين المحطة ويلم فلوس ويرجع يشرب تاني ويغرق في عاداته السيئة، لحد ما في يوم وهو سكران ورجع المحطة وهناك شاف شخص شعره طويل ولبسه مقطع واقف قدام المكنة الحمراء. ولما ركز كويس اكتشف ان الشخص ده هو نفسه من كام شهر. ساعتها قلبه اتقبض، فتح كنز المشروع واتسحب فورا جوه المكنة، وفي ثانية اختفى من غير اي اثر ومفضلش غير هدومه مرمية على الارض. ولما نظر المحطة خلص خمرته خلصت القصة تالتة. ديك يانج رجعت الاستوديو تعمل فيديو وتنزله على القناة. يمكن عشان كانت شغالة ايام متواصلة وقعت من تعب ونامت وهي على الشغل. حلمت انها بقت يوتيوبر مشهورة وكمان ارتبطت بالمنتج الوسيم، لكن بعد ثانية صحيت ورجعت تكمل شغلها. وبالصدفة شافت المنتج بيعاكس رينا اللي لفت وبصت لها بسخرية. ساعتها استوعبت ان المنتج معجب برينا، ومن اللحظة دي ديك يانج حولت حزنها لدافع وصبت قلبها وروحها في شغلها، وبقت تعتبر الاستوديو بيتها. الفيديو تالت عمل طفرة تانية في عدد المشتركين. استغلت الفرصة ورجعت لنظر المحطة تسمع قصص أكتر عن المحطة، بس المرة دي حتى مع الخمرة الفاخرة النظر رفض يقول حاجة. قال إنه تعبان جدا، أيامه قربت تخلص ومش عايز يتورط تاني. وهي محبطة ديك يانج رجعت الاستوديو، ولما وصلت هناك لقت المكان فاضي تماما والقلق دخل قلبها. وفجأة النور ولع والكل خرج يهنيها. اتضح إن قناتها عدت ال1,000,000 مشترك، والشركة كانت محضرة لها حفلة مفاجأة. ديك يانج كانت مبسوطة وقعدت تقرا الكومنتات لحد ما لقت حد مصر يطلب منها تحذف كل الفيديوهات اللي عن المحطة. ديك يانج شافت انها فرصة لمحتوى جامد فكلمت الشخص واتفقوا يقابلوا بعض في كافيه قريب. ويوم المقابلة ظهرت ست غامضة لابسة نظارة سوداء. اول ما قعدوا الست طلبت فورا من ديك يانج تمسح الفيديوهات. ديك يانج ما وافقتش على طول وسألتها عن السبب. بعد ما ترددت شوية الست اعترفت انها تعرضت لتجربة روحانية مرعبة في المحطة وليها علاقة بعبادة قديمة اختفت من سنين. واثناء كلامها شالت النضارة، وديك يانج شافت ندبة مرعبة في عينيها اليمين. وفي نفس اللحظة الست لمحت شيطان وراها، صرخت من الرعب وجريت بره الكافيه. ولما رجعت ديك يانج بدأت تدور في المعلومات عن العبادة دي، واكتشفت ان من سنين الجماعة دي كانت بتقدم ناس كقرابين، وان المحطة نفسها مبنية فوق مقرهم القديم. فمش غريب ان كل الاحداث الغريبة تحصل هناك، لان دلوقتي قناة ديك يانج بتكبر بسرعة، ومع انها عارفة انها في خطر ما قدرتش توقف. كانت مصرة تخلي قناتها تعدي قناة رينا. بعد فترة قصيرة رجعت لنظر المحطة، كانت بتترجاه يحكي لها اكتر عن اساطير المترو. واخيرا النظر حكى لها قصة جديدة. من فترة مش بعيدة بلوجر تجميل مشهورة راحت المحطة، والبلوجر دي كانت رينا عشان كانت خبيرة في الجمال، جذبت متابعين كتير جدا. وفي يوم وهي راكبة القطر لمست بالصدفة سائل اصفر. احساسه كان مقزز خلاها تتضايق جدا وفضلت تمسحه من ايديها، ومن كتر انشغالها ضيعت محطتها واضطرت تنزل في المحطة اللي بعدها. ولما رجعت الاستوديو شافت المنتج بيتكلم مع ديك يانج
يونغ فقطعته بسخرية وبدأت تستهزأ بتاك يونغ وبتقول لها إنها فاشلة ولازم تدور على شغلانة تانية. الكلام ده ضايق المنتج وطلب من رينا تعتذر لتاك يونغ. رينا حاولت تبان إنها هادية وقالت الزمايل المفروض يشجعوا بعض، بس أول ما خلصت كلامها فجأة بدأت تكح دم. جريت على الحمام علشان تنظف نفسها وهناك شافت بقعة حمراء غريبة طالعة في كفوف إيديها. جريت على طول على المستشفى والدكتور قال لها يمكن دي حساسية من حاجة لمستيها وكتب لها أدوية مضادة للحساسية. وهي خارجة من المستشفى قابلت تاك يونغ وقبل ما تقول كلمة سخرية كحت دم تاني، المرة دي أكتر من قبل كده. جريت على الحمام ولقيت إيديها الاتنين مليانين دم، والمرعب أكتر لحمها كان بيتاكل بسرعة. المنظر البشع ده صح رينا من النوم، كان كابوس. بصت على إيديها ولقيت كل حاجة كانت طبيعية ما عدا شوية بقع حمرا صغيرين. وفجأة سمعت دوشة بره واتضح إن تاك يونغ عدت المليون مشترك بفضل سلسلة فيديوهات أساطير المترو والكل كان بيحتفل. رينا كانت متضايقة جدا لكن اضطرت تمثل إنها مبسوطة وتشارك معاهم الاحتفال. بعد الحفلة ركبت المترو وهي سرحانة بدأت تكح دم من جديد. جريت بسرعة على الحمام ولقيت إيديها بتتعفن بنفس الطريقة اللي شافتها في حلمها، ولحد ما التعفن وصل لرقبتها. طلعت المرهم بسرعة وهي مرعوبة، لكن حد خبط على الباب وسألها انت رينا؟ افتكرت انه واحد من معجبيها فردت بعصبية امشي من هنا. ولما بصت على ايديها لقت براعم صغيرة طالعة من فتحات لحمها وبتتنشر بسرعة لوشها. وفي النهاية رينا ماتت جوه الحمام وجسمها كله كان متغطي بالورد. لحظة صمت درامية يمكن علشان سمعت قصص رعب كتير. المرة دي تاك يونغ ما خفتش وسألت ناصر المحطة عن العبادة الغامضة. الناظر قال ان في اشاعات ان زعيم العبادة لسه عايش لكن مش عارف تفاصيل عنه، بس كان عنده طريقة تخلي تاك يونغ تعرف الحقيقة. قال لها كل يوم جمعة الساعة 3 الفجر بالظبط يعدي قطر خاص من المحطة وممكن زعيم العبادة دي يكون مستخبي فيه. ولما سمعت كده تاك يونغ خططت فورا وفي نفس الليلة فضلت في المحطة لحد الساعة 3:30 الفجر. ولما قرب الميعاد اللي قاله الناظر شافت راجل شايل شنطة ظهر ومعاه شنطة صغيرة فيها قطة. الراجل كان باصص لتحت وبيستخدم موبايله، لكن تاك يونغ كانت حاسة انه بيراقبها من تحت لتحت. وبعد شوية القطر الخاص وصل المحطة لكن الراجل فضل قاعد مكانه مش ناوي يركب. تاك يونغ اترددت لحظة وبعدين قررت تركب القطر عشان تتحقق، لكن في غمضة عين الراجل بقى واقف جوه القطر وبصلها مباشرة. حست بأشعريرة في جسمها وجريت بسرعة على العربية اللي بعدها وهو لحقها على طول. وفجأة القطر كله ضلم. تاك يونغ ولعت كشاف الموبايل لقت الراجل واقف جنبها على طول وهي مذعورة جريت بكل قوتها. وقتها القطر وقف المحطة وخرجت جري من الباب والراجل وقف مكانه عند الباب من غير ما يطلع. تاك يونغ افتكرت انها خلاص اتنجت، لكن اكتشفت ان المكان حواليها شبه المحطة اللي خرجت منها بالظبط. الفرق الوحيد ان المكان كان شكله اقدم ومهدود وكأنه مهجور بقاله سنين طويلة. تاك يونغ ما جريتش ناحية المخرج، بدأت تدور في المكان يمكن تلاقي دليل يساعدها علشان تهرب. وفجأة لقت جهاز لاسلكي شكله غريب. تاك يونغ شالته وحاولت تتواصل بيه، والمفاجأة انها سمعت صوت ناظر المحطة. وفي نفس الوقت الشرطة راحت تدور على تاك يونغ. المنتج سألهم عايزينها في ايه؟ الشرطة قالت ان تاك يونغ في فيديوهات ذكرت فيها انها قابلت ناظر المحطة، لكن في مشاهد قدم شكوى ان الراجل اللي في الفيديو مش هو ناظر المحطة الحقيقي، وقالوا ان اللي في الفيديو ده كان موظف المحطة واختفى من 3 سنين. نرجع بقى لتاك يونغ. بعد ما سمعت صوت الناظر افتكرت انها لاقي طوق نجاة، لكن الناظر بدأ يحكي لها اللي حصل من 3 سنين. وقتها كان شغال في وردية ليل في المحطة مع حارس الأمن. الحارس طلع هو نفس الراجل اللي تاك يونغ شافته قبل كده، الراجل اللي كان شايل شنطة فيها قطة. ناظر المحطة لمح ظل غامض معدي بسرعة على شاشة المراقبة فقال لزميله يروح يتأكد. الحارس رد عن طريق الجهاز اللاسلكي وقال لي ان مفيش اي حاجة. الناظر افتكر انه يمكن اتوهم، لكن الشاشة بدأت تتهز بشكل غريب. نادى على زميله بسرعة لكن محدش رد عليه. ما كانش قدامه حل غير انه يدخل النفق بنفسه ويشوف ايه اللي بيحصل. وفجأة قطر وراه فتح الانوار الحمراء. الناظر استغرب، طلع يبص لكن فجأة ايد خبطت على الازاز بقوة ووقع على الارض من الرعب. وبعدها سمع صوت خربشة جاي من قدام القطر. قرب يفتح الباب ولما فتح لقى الكرسي فاضي ومفيش سواق. وفجأة القطر اتحرك. على الازاز ظهرت رموز مرسومة بالدم، وبره الاف الايدين كانت بتخبط بهستيريا على جدران القطر. الناظر بكل قوته حاول يوصل لزرار الطوارئ واخيرا القطر وقف. اثار الدم بالايدين اختفى، بس ابواب القطر فضلت مقفولة. وفجأة اللاسلكي اشتغل وسمع صوت زميله. افتكر انه نجا وقال بسرعة مكانه
مكانه، لكن قبل ما يفرح بثانيتين شاف حد ماسك راس زميله المقطوعة، وفي اللحظة دي القطر اتحرك تاني، والمرة دي الناظر معرفش يهرب أبدا. بعد ما خلص الحكاية باك يونج لقت نفسها في شكل غريب، رجعت جوه عربية القطر. المرة دي هي اللي اتحبست، والناظر كان واقف بره باب القطر وبيقول القطر ده هياخدك تقابلي زعيم العبادة. وبدأ القطر يتحرك، وساعتها شافت نسخة تانية منها واقفة بره الشباك. فهمت وقتها ان الناظر وحتى المحطة اللي بره مش حقيقيين. بعد ما الناس بتتحبس في القطر نسخة بديلة منهم بتظهر بره، وفي اللحظة دي المنتج راح المحطة يدور على داكيونج علشان يصور معاها، واستناها كتير وابتدى يتضايق. وفجأة ظهر داكيونج وبصت له بابتسامة غريبة من غير ما يعرف ان اللي واقفة قدامه ما كانتش داكيونج الحقيقية، دي كانت النسخة البديلة.